السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتلي بتقول ان جوزها مسافر، فهي قالت هروح اعيد على ولاد اخوه. هما 3 عيال وانا عيالي 2. فقلت له رحت اعيد عليهم واديت لكل واحد 200 جنيه. فالمفروض بالمقابل بقى ان هما يجوا يدعوا عليا بعديها تاني يوم. فالمهم عيطت عليهم وشربت الشاي وكحك وبسكوت وتعشينا سوا ونزلت. وقالت لي، ولقيتها تاني يوم بتكلمني قالت لي احنا جايين بقى عشان ايه؟ احنا بقى اللي نعيد ايه عليكي. فانا انتظرت ان اخوه يجي بما ان اخوه مش موجود. فشكله ايه مشاها ان هي حريق ان انا رحت عشان انا رحت عيطت عليهم، فهو ايه بعد مراته وكده. قلت مش مهم. حرقت دمي ولقيتها بتدي لكل عيل 100 جنيه. يعني كده ادتني 200 جنيه وانا مديها ايه 600 جنيه. فالمفروض على الاقل كنت اديت لكل واحد 200 جنيه. فانا اتضايقت وزعلت وفرفرت، خليتها مشيت. رحت مكلمه جوزي قلت له مرات اخوك عملت كذا 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 وانا عملت كذا 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 امبارح. قال لها ايوه ايه المشكله؟ كبري دماغك، مش مشكله يعني. مين يدي مين ما يديش مش مهم، احنا مش منتظرين حاجه من حد. قالت له انا اتحرق دمي واتضايقت. قال لها بقول لك مالكيش فيه واسكتي، انا واخويا وعيال اخويا مالكيش دعوه. فبتقول لا. قلت له طب ماشي خلاص. والمهم قفلت معاه. اتحرق دمي رحت رن على اخوه، ينفع انا اعمل كذا ومراتك تعمل كذا؟ قال لها ايه ده انا مديها 600 جنيه، تدي لكل واحد 300 جنيه. بقى كده خدت الباقي ايه في جيبها. بتقول قفل معايا وعمل معاها مشكله واتخانقوا سوا وسابت البيت ومشيت. لقيتها داخله على الواتس عندي عماله تدعي عليا وتشتم فيا. فانا كده بقى غلطانه ولا ايه؟ ايوه انتي اللي عملتيه اصلا، عيب قوي 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 قوي. اللي بيدي ما بينتظرش اللي ياخد. انت مبسوطه بتدي هديه او جوزك قال لي روحي عيد على واد اخويا، انت مالكيش دعوه. ما تقوليش انا دفعت كذا فالمفروض يجيلي كذا، لا مش كده. يعني العيديه بتبقى فرحه والعيال بيفرحوا، مش مقصوده ان انت دفعتي كام هيجيلي كام او يجيلي نفس الفلوس. لا مش كده. ممكن في ناس على قد ظروفها او على قد ذوقها. يعني لا انت كنتي حسبتك غلط وعملتي مشكله من غير مشكله. يعني يعتبر مجيتك ولا فلوسك دي خربت الدنيا. جوزك قالك مالكيش دعوه انا واخويا، انت مالك؟ انت اللي عملتي مشكله ليه؟ انت مالكيش حق خالص. وهتيجي بقى راح عارف بقى انا برضه هي خد الفلوس بقى كده. انت شاككتي في كل حاجه، مش تبقى عاديه بس. يبقى انا كل ما اديكي فلوس انت بتسمسري منها. فانت لا، اللي انت عملتيه ده غلط خالص وتفكيرك غلط خالص. انا اديت كذا فانا لازم يجيلي كذا، لا مش كده. محدش بيعمل كده. مش مسابقه هي ولا مراهنات احنا بنعملها. ده هو العيد فرحه بتبقى مناسبة حلوة للعيال بيفرحوا بالعيدية. يعني مش كده لا. وفي ناس معهاش يا ستي ان انت تجبريني. انت لو بص كده ما تديش بقى فلوس جامدة، ادي بقى خمسينات ولا ادي ميات، بحيث اداكي ما اداكيش ما اداكيش.